تصريح جميل بايك المخجل حول بيشمركة كردستان في خوكور والمخطط الجديد للبككة. شارك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منظومة كجكة جميل بايك في برنامج خاص على شاشة تيرك تي في البككية. اللقاء تضمن العديد من المؤشرات حول السياسة الجديدة للبككة، وبالأخص ما زعم بايك حول قوات بيشمركة إقليم كردستان واتهاماته لنهج البارزاني، فقد كانت غاية في الأهمية لفهم السياسة الجديدة للبككة. بايك بيشمركة كردستان يلبسون ملابس الجنود الأتراك ويشاركون في العملية العسكرية. ادعى بايك خلال لقائه بأن بيشمركة كردستان يشاركون في الحرب بملابس العساكر الأتراك وبهويات تركية، فقال يأخذون بطاقات الهوية من البيشمركة ويلبسونهم ملابس الجنود الأتراك، وبهذه الطريقة يقاتلون مع الجنود الأتراك ضد الجريلا. يخرج الجنود الأتراك من مقرات عائلة البارزاني ويهاجمون الرفاق. مزاعم بايك هذه ليست بجديدة، فالبككة كلب بغاوات تردد مثل هذه الأقاويل لسنوات دون توثيقها وإثباتها للرأي العام الكردي بأدلة ولو لمرة واحدة على الأقل، والسبب في ذلك أنها أكاذيب واتهامات باطلة بحق قوة بيشمركة كردستان، فلا أساس من الصحة للشائعات التي تكررها بكا ومراد قريلان وجميل بايك وماكينتهم وأبواقهم الإعلامية، والتي مفادها أن بيشمركة كردستان ودولة تركيا ينفذان معا عملية عسكرية مشتركة في خوكور. ولو نظرنا لفحوى هذه الشائعات الكاذبة فلن نجد أي تفاصيل واضحة فيها من المنطقة أو الفترة الزمنية وإلى آخره. فالمنطقة المسماة بخوكور هي منطقة واسعة وشاسعة تضم المئات من الجبال والتلال والوديان، ولا توجد أي نقاط لبيشمركة كردستان قريبة من قواعد الجيش التركي المتمركزة على خط خوكور، فحتى لو أطلقت الدولة التركية عملية عسكرية فليس بمقدور البيشمركة رؤيتها أو الاطلاع عليها، كونها على القمم في المنطقة تحت سيطرة الدولة تركيا المحتلة. ففي خوكور توجد قوتان مشتركتان لا ثالث لهما، هما الأتراك والبككة. فموضوع لبس البيشمركة ملابس الأتراك وحمل هوياتهم ليس إلا سيناريو آخر من سيناريوهات البككة. فكما أكدنا مرارا أن بيشمركة كردستان هي قوة رسمية عموم عناصرها أبناء عوائل وعشائر، وعموم أقاربهم وذويهم على علم بمكان تواجدهم وماذا يفعلون وإلى آخره، فلا مجال للتضليل والكذب في النظام العسكري المتبع في قوات بيشمركة كردستان، والذي يكشف تفاصيل دقيقة عن كل عنصر من عناصر هذه القوات، فهم على اتصال يومي بعوائلهم وأقاربهم، وليس قطعا كالنظام العنيف الغامض المتبع لدى البككة. ففي رفوف البككة يلقى أبناء الكرد مصرعهم دون أن تعرف عوائلهم أي معلومات عنهم إلا بعد سنوات، وذلك لأن البككة ترى الجريلا ملكا حصريا لتنظيماتها، قرار موتهم وحياتهم مرهون بمزاجها. لهذا لا أهمية للعائلة والعشيرة في نظرية البككة، على خلاف نظام البيشمركة، فكل بيشمركة يملك إرادته الشخصية وينتمي لعائلة وعشيرة. توحيد الخطاب الكاذب لقادة البككة مؤشر على هول المخطط وشدته. إطلاق أكاذيب كاذب من أعلى قيادات البككة مؤشر خطير على هول المؤامرة وفظاعة المخطط. فالبككة قد أصدرت قرار الحرب على بيشمركة كردستان، ولم يبقى سوى التهيئة الأرضية والعوامل النفسية لنشوبها. فبايك كان قد قال هناك وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة البارزاني، وأن عموم الكرد أصحاب الضمائر الحية يواجهون الصعوبات ولديهم ردود أفعال بسبب هذا الوضع. فيدرك من كلام بايك أن الهدف الرئيسي هو إعداد الجماهير وتجهيزه. البككة قامت بغسل أدمغة جماهيرها والمتعاطفين معها، بحيث لو قامت إيران أو أي دولة محتلة باحتلال العاصمة أربيل فإن مشاعر الفرح والسرور ستعم أنصارها وأذيالها. نعم، بهذا المستوى من الحقد والكراهية جعلت الكرد أعداء لبعضهم البعض. ففي 31 من تموز في ذكرى سنوية أنفلة البارزانيين، عندما دفن 8000 من رجال البارزانيين وشبابهم في قبور جماعية وهم أحياء، لم نرى أي رؤساء مشاركين لهدف أو وكلائهم أو القيادة المركزية لهذا الحزب أدلت بأي تصريحات، بل على العكس تماما أثارت البككة مشاعر الحقد والكراهية والعداوة في نفوس أنصارها تجاه البارزانيين. عام 19 حاولت البككة ولنفس الهدف حشد أنصارها وجلبهم من أوروبا صوب أربيل لخلق الفوضى والاضطرابات، ومن المرجح أن تكرر نفس السيناريو والشروع بالاعتداءات والهجمات في آب العام الحالي، ولكن بوتيرة أعنف من عام 19 وأبشع منها بكثير. فالبككة تحاول الشروع في حرب شرسة ضد
بيشمركة كردستان، وليست اشتباكات وقتية متقاطعة، بل تحاول بإصرار مهاجمة مناطق البيشمركة، وهي تهيئ الأرضية لهذا. ومما لا شك فيه أن الباكيكا لو حققت هذا الهدف فهي ستتلقى المساعدات والدعم من حلفائها وشركائها المحليين. وتشير غالبية الدلائل إلى أن احتجاجات وفعاليات ستنظم في السليمانية في أيلول المقبل عندما تشهد الأجواء بعض الاعتدال. باختصار، شمرت الباكيكا عن ساعد الجد للحرب، وأنها بصدد مهاجمة إقليم كردستان من عدة جبهات، وقد أبرمت معاهدات واتفاقيات لهذا العمل العدواني. هدف الباكيكا يتمثل في إضعاف إقليم كردستان أمام المحتلين. كذلك تحاول إيران والعراق رفع وطأة ضغوطاتها على إقليم كردستان، ويرجح أن تقوم إيران في الخريف المقبل ببعض الأنشطة والعمليات المستهدفة لأربيل تحت غطاء تواجد الأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني، علما أنه يوجد هناك اتصال مباشر بين الباكيكا وإيران لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والحال أنه توجد هناك أزمة خانقة فعلا كالخلافات بشأن الموازنة ومعضلة شنغال وانتخابات مجلس النواب العراقي. والحق أن وظيفة الباكيكا ومهامها انحصرت في إدامة هالة الفوضى والاضطرابات حول كيان إقليم كردستان، فجميل بايك لم يخشى اليوم من شيبته ويتفادى إطلاق أكاذيب وافتراءات كهذه. فأكاذيب الباكيكا مؤشر خطير على مؤامرة جديدة، فمخطط الباكيكا هو القضاء على البقعة الوحيدة المحررة من كردستان والتي قضت على معاهدة لوزان وألغتها، ومعاداة كيان إقليم كردستان، عداوة من شأنها ألا تدخر الباكيكا جهدا في بناء وجودها على فناء وزوال هذا الجزء المحرر من كردستان. فإقليم كردستان مرآة للباكيكا، كلما نظرت الباكيكا إلى إقليم كردستان وجدت أنها لم تحقق شيئا طيلة 40 عاما، لا ترى سوى هزائمها وانتكاساتها. لدى مشاهدتها لإقليم كردستان لا ترى الباكيكا سوى خيانتها وعمالتها ل4 عقود. لهذا تحاول الباكيكا جاهدة كسر هذه المرآة لئلا تعكس لها حقيقتها. ألم يخجل جميل بايك من نفسه عندما قال بأن بيشمركة كردستان يلبسون لباس العساكر الأتراك، فهو وحزبه وحدهم من ألبسوا أبناء الكرد لباس أعداء الكرد من ميليشيات الحشد الشعبي، وضعوا العلم العراقي على أكتافهم ونصبوا العداء لإقليم كردستان، يمارسون كافة الألاعيب لفصل شنغال عن كردستان. جميل بايك يقول بأن عائلة البارزاني على علاقة بالدولة التركية. ألا يعلم بأن مسرور بارزاني عندما يزور تركيا يزورها بصفته الرسمية رئيسا للوزراء ويعقد الاجتماعات أمام عدسات الكاميرات، بينما جميل بايك لا يتحرك قيد أنملة إلا بإملاءات وإعازات من المخابرات الإيرانية، بل وحتى السكن ووسيلة النقل الخاصة به جهزتها له المخابرات الإيرانية. ألا يخجل بايك من وصفه العلاقات الدبلوماسية الرسمية بالخيانة؟ فالباكيكا تحاول إشعال فتيل حرب ضد البيشمركة، وهذا ما يدفعها لخلق المبررات والحجاج، إلا أن أكاذيب واتهامات بايك لن تغير من حقيقة سيادة بيشمركة كردستان.